هم اللي بيعزفوا مع ام كلثوم بالمسطره. هو جود بقى، عمل عمل حاجه غريبه شويه، عربه كده. عازف الناي اللي انقذ ام كلثوم لما نسيت الكلام على المسرح، الراجل اللي عمل ناي من الورق وابهر الست. في ليله من ليالي سنه 71 أم كلثوم كانت على المسرح بتغني أنت عمري في حفلة ضخمة وعندها حوالي 70 سنة، وفجأة وقفت نسيت الكلام. والله زي ما بقولك كده نسيت، الست نسيت. بس ده مش بس نسيان عادي، دي أم كلثوم. إزاي ده يحصل؟ اللي حصل وقتها إن الست كانت تعبانة، باين عليها الإرهاق، يمكن ظرف خاص أو حتى من السن، طبيعي يعني ده 70 سنة. وهنا يجي بطل القصة، سيد سالم عازف الناي اللي كان واقف وراها في الفرقة. بدأ يهمس بالكلمات ويساعدها تفتكر، بس أم كلثوم ما استجابتش، كانت تايهة شوية والجمهور حس بيها، وبدل ما يتوتر شجعها. واحد من الجمهور صرخ وقال ربنا يديك الصحة يا ست، والتاني قال ربنا يبتليك بحبي، يعني تشجيع وحب ودفى. كأن الناس كلها كانت عايزة تطبطب على أم كلثوم علشان تكمل، وفعلا كملت. بعدها في الكواليس الست قالت لو ما كانش سيد معايا يمكن ما كنتش كملت الحفلة. في اللحظة دي سيد سالم ما كانش مجرد موسيقي، كان السند اللي وراها، ودي مش أول مرة يبهر الست والجمهور ويكون سند ليها على المسرح. في حفلة تانية وهي بتغني بعيد عنك، سيد سالم عمل حركة ما حصلتش قبل كده، عزف سولو ناي ارتجالي من دماغه، يعني خرج عن النوتة اللي متفق عليها وقدم لحن خطف ودان الجمهور سقف له وحياه، وام كلثوم نفسها اندهشت من الجمال اللي سمعته. قالت له وسط الغنى ايه ده، سالم خرج عن النص، لكن مش بشكل عشوائي، بشكل عبقري. الصحافة وقتها كتبت سيد سالم خرج عن النوتة بإذن الست، وده غير معتاد خالص في حفلات الست أم كلثوم اللي كانت دايما ملتزمة بالنوتة ومفيش ارتجال. لكن سيد سالم اتجرأ وكسر القاعدة لدرجة إنها شخصيا طلبت منه يعيد نفس الارتجال في الحفلة اللي بعدها. ومن هنا بدأ نجم سيد سالم يلمع. الحكاية كلها بدأت لما أم كلثوم طلبت من الموسيقار أحمد الحفناوي يدور على عازف ناي يشارك في بروفات أغنية جديدة كانت ولد الهدى. ظهر سيد سالم وجايب معاه 50 ناي، والله زي ما بقولك كده 50 ناي علشان يبدل في الطبقات والنغمات. أم كلثوم لما شافته قالت الراجل ده مش عازف، ده معاه ورشة ناي كاملة. وسبحان الله أول ما بدأ يعزف ولد الهدى أم كلثوم بصت له وقالت هو ده، وعجبها أداؤه جدا ودخل فرقتها. ومن ساعتها بدأت رحلة فنية استمرت 25 سنة يعزف معاها. عزف معاها أمل حياتي وسيرة الحب وبعيد عنك، وكل ما تطلع الست تغني تلاقي الناي بتاع سيد سالم فتح لها الباب. ومن النوادر اللي حكاها سيد سالم انه مرة راح بروفة مهمة ونسي يجيب معاه بعض آلات الناي. عارف عمل ايه؟ قطع ورق ولفه على بعضه وصنع منه ناي وعزف عليه قدام ام كلثوم وكل الفرقة. وده مش هزار، انا ما بهزرش، دي شهادة ناس كانت موجودة. وقالوا كمان الصوت طلع مظبوط لدرجة ان الست اتخضت. سيد سالم ما كانش عازف ناي عادي في فرقة ام كلثوم، ده كان بيبدأ الأغنية يفتح الباب للمسرح، يعني الناي بتاعه بقى بوابة الإحساس عند الست. الست كانت بتقول الناي هو النفس الأول، لو طلع صاحي الغنوة تعيش. وبعد وفاة الست قرر سيد سالم يعتزل ويعيش في عزلة فنية، ما يعزفش إلا لوحده على آلة الناي ويسجل لنفسه لحد ما مات في 1995، وساب وراه قصة مش بس عن ناي لكن عن راجل عاش مع أنفاس الست. وبكده أنا خلصت حكاية النهاردة من حكاية المشاهير، وزي ما عودتكم وعودتوني شاركوني بآرائكم في حكايتنا النهاردة، واشوفكم في حكاية جديدة. سلام.